السلام عليكم متابعين قناة لوكاندو كوك. حبايبي اللي ما عملوش اشتراك يشتركوا، تابعوا الفيديو للآخر. انا قلت هحط الجبنة القريش على الدقيق وكانت مفاجأة، فيلا بينا نلوك عشان نكوك. دلوقتي عندك اللي ما عملوش اشتراك يشتركوا ويتفعلوا الجرس وتعملوا لايك وسبسكرايب عشان يوصلكوا كل الوصفات. احنا معانا ربع كيلو جبنة قريش، هنحط عليهم 4 معالق سكر. هتلاقوا هسيب لكم طبعا المقادير كلها في صندوق الوصف. تلت كوب زيت وبضاية، وهنبتدي نضربهم بالبلندر، هاند بلندر. انا طبعا فوجئت، يعني قلت اجرب اشوف الجبنه القريش هتعمل ايه. تحفه تحفه تحفه، طلعت معجنات رائعه جميله، يعني فعلا جميله تستحق ان انتوا تعملوها. وانا عامله مقدار مش كبير علشان يعني ايه يبقى سهل في العمايل، ما ياخدش وقت في الفيديو. طبعا ينفع جدا في التاكليه بقى ده مسكر شويه، يعني مش حادق، هو صنف ايه حلو يعني. فبتضربي قوي، بنضرب الجبنة القريش بالسكر بالبيض بالزيت، معهم فانيليا. وعندي ربع كوباية او نص كوباية، ربع كوباية مية او نص، يعني حسب ما هياخد، عشان ممكن تزود معلقتين ولا حاجة. فيها معلقة خميرة صغيرة، نص معلقة خميرة، ونص معلقة بيكنج باودر. فاحنا دلوقتي ايه، خلطنا الخليط دلوقتي ده وبقى ناعم، عامل زي الكريمة كده، عامل زي الكريمة. بجد طعمها جميل جدا جدا، ويعني انبهرت بالتجربة، يعني فعلا طلعت جميلة قوي. بنحط نص كيلو دقيق عليه، اي دقيق من متعدد الاستخدامات، ودي يكون انتوا بتستعملوه واثقين فيه. عليه نص معلقة بيكنج باودر، وبعدين هنحط الخميرة اللي مدوباها في في ربع نص كوباية مية او ربع، يعني ما تكتريش، يعني خليها الاول ربع وبعدين علشان ما تكترش منك وتعمل يعني. هي اخدت مني نص صراحة يعني. فبما ان الجبنة كلها لبن، فما رضيتش احط لبن، حطيت مية عشان الجبنة كلها لبن. عايزة تحطي لبن حطي، بس هتبقى يعني كتير يعني. بس بنبتدي بقى نلم العجينة بالمقدار دوت. هي بتبقى عجينة ناشفة شوية، مش عجينة طرية قوي، يعني ما بتبقاش عجينة طرية قوي، مش زي عجينة البريوش او المعجنات الهشة قوي دي، لا. هي بتبقى يعني ماسكة نفسها شوية. بنبتدي بقى نعجنها. اهم حاجة بقى، عايزة تنعم على الرخامة، يعني مش اقل من 7 دقايق. يعني تمارين رياضية بقى لدراعاتك، ويعني فرجينا على الجمال. تفضلي بقى تنعمي فيها لما تبقى معاكي زي الحرير. اهم حاجة تنعمي العجينة كويس قوي عشان تبقى زي الحرير معاكي، وتبتدي تعمل يتخلل بقى الجبنة، تبقى تختلط تماما. يا ريت بقى يا حبايبي تعملوا لنا بقى لايك وسبسكرايب، ويا ريت وصفاتنا تكون بتعجبكم كده ان شاء الله وتفيدكم باذن الله. ويعني انا يعني بعمل الحاجه ربنا وحده اللي بيعلم بكل قلب، واتمنى انها تعجبك. انا قعدت عجنت العجينه حوالي 7 دقايق، لما نعمت في ايدي بقت طريه. يعني انتي ما تطريهاش بالميه قوي، على قد ما تطريها بايدك، عشان مش عايزينها احنا طريه، بس بتبقى كده. بعدين سبتها نص ساعه كده، ارتاحت وخمرت أو شويه وعليت كده وبقت جميله. نص معلقه خمير ونص معلقه بيكنج باودر. اعملها كده رول، وهقطعها كور كور صغيره، يعني اكبر من الليمون، قد الليمونه الكبيره شويه كده. وهبتدي اشكلها. عندك سجات بقى ممسوحه كده بالزيت، ممسوحه مسحه خفيفه يعني عشان ما تلزقش منك المعجنات. وهنبتدي بقى نرلها ونعملها ونحطها في السجات، فرن والع على 180 درجه. هي ما بتاخدش وقت قوي في الفرن، بس جميله جميله بجد، هتعجبكم جدا. ويعني اتمنى ان انتوا تتفاعلوا معايا وتعملوا لي لايك وتشيروا الفيديوهات. وبعدين عايزه كمان تقولوا لي تعليقاتكم الجميله.
هتبسط بيها قوي. اهو شوف احنا بنعملها زي الحلزون كده، يعني هي بتروح وتيجي معاك شويه بس هي بتثبت بتبتدي بعد كده. تكرري بقى لغايه لما تخلصي الكميه اللي قصادك. ممكن تعمليها على شكل دايره، يعني بدل ما تعمليها حلزوني كده وتلفيها على بعضها، بس هي شكلها كده جميل يعني. بصراحه انا عملتها كده لقيتها شكلها، عملت واحده دايره بس يعني ما عجبتنيش قوي، رحت فكاها، فشكلها كده احلى. بتروحي بقى لفاها، وبعدين بتجيبي شويه لبن وبتحطي عليهم معلقه صغيره سكر بودره عشان يلمع الفطاير، تلمعها بتخليها بتلمع كده. او لو عايزه عندك بيضه ممكن، بس احنا طبعا توفير يعني. وتدهني المعجنات كلها وما بتحطش عليها بس غير اللبن، او بيضه بقى زي ما انا قلت لك بخل او بفانيليا عشان تضيع الريحه. وبعدين بقى بندخلها على فرن، بتقعد لها بتاع حوالي نص ساعة يعني 25 دقيقة. بنطلعها وهي سخنة بقى، حتة زبدة في ايدك صغننة كده، صغننة قد الليمونة كده، بتروحي مسحها بيها. وبعدين ما عندك سكر وعليه بقى قرفة، شوية قرفة، وبناخده ايه نمسح بيها ونروح حاطين على وشها. بتبقى جميلة قوي، جميلة او طعمها حلو قوي قوي قوي، وان شاء الله تعجبكم. وبإذن الله يعني يا ريت بقى اللايك والشير وتفعيل الجرس، واللي ما اشتركش في القناة عايزين القناة تكبر كده ان شاء الله، وتكبر بيكم جميعا ان شاء الله. واتمنى وصفاتنا تعجبكم، وبحبكم في الله. وإن شاء الله نتقابل في فيديوهات تانية كتير. ربنا يقدر خير لينا وليكم جميعا يا رب، ونشوفكم على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.